السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم الزعيم كار. معانا النهاردة تشكيلة عربيات من أول 37,000، ومعانا في الفيديو عربيات أوتوماتيك ومانوال بحالات كويسة جدا، وجايب لكم برضو عربية أوتوماتيك ب 100,000. العربية ديت تنفع حريمي. قبل ما نبدأ بس ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نشوف مع بعض مواصفات أول عربية معانا النهاردة. فيات 128 موديل 88 وفيها رخصة 3 سنين. العربية مرور حلوان، الرخصة باسم المالك، ما فيهاش أي توكيلات، وأنا على قد ما بقدر بحاول أجيب لك عربية تكون من صاحبها مباشرة ما فيهاش توكيلات. العربية رشة كلها من بره الدواخل فابريكا، موتور وفتيس وعفشة حالتهم ممتازين. فيها كاوتش جديد وفيها بطارية جديدة، فيها كاسة بلوتوث وفيها سماعات. العربية الصالون بتاعها ممتاز، صاحبها بيقول لك مش محتاجة أي مصروف. وطبعا أهم حاجة في أي عربية لازم تفحصها كويس جدا عشان تكون مطمن. العربية موتورها 1100 سي سي، المعاينة هتبقى في القاهرة. السعر المطلوب فيها 37,000. العربية أنا شايف سعرها كويس على حالة إن هي مش رشة دواخل، ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. فيات أونو موديل 97 مانيوال. العربية فيها رخصة سنة و10 شهور، مرور اسكندرية، رشة كلها من بره الدواخل فابريكا. فيها طقم جنط اسبور وفيها سنتر لوك وفيها ازاز امامي كهرباء. حالة العربية حالتها كويسة جدا، عفشة وموتور وفتيس صاحبها بيقول لك ممتازين. صاحبها منزل السعر لغاية 85,000 لسرعة البيع. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في اسكندرية. فيها فرش جلد، وزي ما قلنا فيها طقم جنط سبور، ورقم تليفون صاحب العربية هتلاقيه في الوصف. ستروين موديل 97، العربية مانيوال، رشة كلها من بره دواخلها سليمة. صاحبها لسه عامل لها طقم شامبر من اسبوع. حالة العربية حالتها كويسة. العربية مرور الفيوم وفيها رخصة سنة و7 شهور. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في 6 أكتوبر. فيها طقم جنط سبور. السعر المطلوب فيها 70,000، السعر ده قبل التفاوض، ورقم تليفون صاحب العربية هتلاقيه في الوصف. وجايب لك برضو موديل عالي في ال28، ديت موديل 2006 والموتور بتاعها 1300 سي سي. العربية اللون الأبيض، هتفحص في 2026. فيها رخصة لغاية 4/7/2026 ورخصة باسم المالك. العربية مرور حلوان ودواخلها كلها فابريكا، رشة من بره نظافة. الموتور بتاعها 100%، كل حاجة في العربية شغالة. فيها صالون الفابريكا وفيها الموكيت برضو بتاع الفابريكا. صاحبها بيقول لك مش محتاجة أي مصروف، هتركب وتمشي على طول. الصيانات بتاعتها كلها معمولة، مغير لها سيور ومغير لها طقم كهرباء بالكامل. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في 15 مايو في حلوان. السعر مطلوب فيها 80,000، وصاحبها بيقول لك في تفاوض بسيط بعد المعاينة، ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. هيونداي اكسل موديل 95 مانيوال، رشه من بره نظافه، دواخلها فابريكا ما عدا في حلقين هما اللي راشين، باقي الدواخل كلها فابريكا والحوض والشنطه فابريكا. مرور كفر الشيخ والرخصه منتهيه، البيع هيبقى بعد مسجل. صاحبها مغير لها العفشه بالكامل. فيها 4 فرد كاوتشات حالتهم 85%. العربيه فيها فرش جلد وفيها ازاز كهرباء وفيها باور. فيها المكنه الكبيره 1500 سي سي. صاحبها بيقول لك موتور والات جر حالتهم 100%، وعلى الطريق ماشيه ممتاز جدا. المعاينة هتبقى في بسيون في محافظة الغربية. السعر المطلوب فيها 85,000، السعر ده طبعا قبل التفاوض، ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. دايهاتسو ميرا ياباني موديل 90، العربية كاملة اوتوماتيك، الرشة كلها من بره دواخلها فابريكا. فيها رخصة سنة ونص مرور المنصورة. فيها سنتر وفيها ازاز كهرباء. فيها كاميرا خلفية وفيها شاشة عرض، وفيها برضو حساسات ركن خلفية. فيها الفرش القص بتاع الفابريكا. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في المنصورة في شارع أحمد ماهر. السعر مطلوب فيها 100,000 نهائي لسرعة البيع. العربية أوتوماتيك، ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. والناس بقى اللي كانت عاوزة حاجة في المنصورة، ديت أوبل كورسا موديل 95 كاملة مانيوال. الموتور بتاعها 1200 سي سي، رشة من بره ما عدا السقف فابريكا وداخل العربية فابريكا. فيها رخصة سنة مرور دمياط الجديدة. المعاينة هتبقى في المنصورة. فيها الفرش القص بتاع الفابريكا بحالة ممتازة. فيها ازاز كهرباء وفيها طقم جنط سبور. السعر المطلوب فيها 135,000، رقم التليفون هتلاقيه في الوصف. بيجو 504 جي ال موديل 78 مانيوال، مرور منيا القمح محافظة الشرقية. فيها رخصة 7 شهور وفيها سنتين كمان على الشباك. الحوض بتاع العربية جديد. فيها 4 فرد كاوتشات جداد وفيها 4 ازاز كهرباء.
فيها فرش جديد والصالون بتاع العربية حالته ممتازة، مكنة وفتيس وعفشة وآلات جر ممتازين. العربية مش محتاجة أي مصروف. الموتور نفس رقم الشاسيه، فيها طقم صوت وطقم سماعات. السعر المطلوب فيها 77,000، وصاحبها بيقول لك في تفاوض كمان بعد المعاينة. المعاينة هتبقى في بني هلال في منيا القمح محافظة الشرقية، ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. مرسيدس 200 موديل 76 كاملة اوتوماتيك، فيها رخصة سنة مرور اكتوبر، رشة كلها من بره دواخلها فابريكا، فيها خبطة في الرفرف اليمين ومعمولة زي ما قلنا دواخل العربية فابريكا. فيها موتور 2000 سي سي، فيها باور وفيها 4 ازاز كهرباء وفيها فتحة سقف كهرباء. العفشة بتاعت العربية ممتازة، فيها سنتر وفيها انذار. كاوتش بتاع العربية حالته ممتازة وفيها بطارية جديدة. فيها كراسي جلد وأرضية جلد عمولة. فيها عدة صوت، صاحبها بيقول لك مش محتاجة أي مصروف ومعاينة هتبين كده. المعاينة هتبقى في ناهية البلد في الجيزة. السعر المطلوب فيها 130,000. السعر ده طبعا قبل التفاوض. العربية اوتوماتيك. رقم التليفون هتلاقيه في الوصف. وديت برضه في المنصورة اسبرانزا اي 516 موديل 2009. والجميل في العربية ان هي كاملة اوتوماتيك، فيها مكنة وفتيس لانسر، موتور 1600 سي سي. العربية فابريكا بره وجوه، صاحبها تاني مالك من الزيرو. فيها رخصة سنة ونص مرور المنصورة، صاحبها بيقول لك مش محتاجة أي مصروف. جميع الكماليات بتاعت العربية شغالة. المعاينة هتبقى في بالقاس في محافظة الدقهلية. فيها فرش جلد ممتاز، وفيها طقم جنط سبور القص بتاع الفابريكا. فيها 4 ازاز كهرباء وباور وتكييف. السعر مطلوب فيها 190,000. السعر ده طبعا قبل التفاوض. العربية اوتوماتيك مش مانيوال، وفيها كمان ميزة ان هي بره وجوه مرشتش. ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. هيونداي فيرنا موديل 2008 كاملة اوتوماتيك، رشة كلها من بره دواخلها فابريكا. فيها رخصة 8 شهور، البيع هيبقى بتوكيل. صاحبها بيقول لك محتاجة شوية مصاريف بسيطة زي 2 مساعدين خلفي. فيها طقم كاوتش جديد، والعفشة الأمامية بتاعت العربية مظبوطة. الموتور بتاع العربية ممتاز. صاحبها لسه مغير لها فتيس استيراد من أسبوعين. العربية كانت مانوال واتقلبت اوتوماتيك. المعاينة هتبقى في 6 أكتوبر. فيها 4 ازاز كهرباء وباور وتكييف. السعر المطلوب فيها 240,000، والسعر ده طبعا قبل التفاوض. العربية اوتوماتيك مش مانيوال. ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف.